فعلا مكان جميل ورائع ومبهر، واكيد من جوه بقى هيبقى احلى. الله، المكان ده حلو قوي. شوفوا التحفة الإسلامية والزخارف الجميلة عاملة ازاي. بس احنا دلوقتي يعني هناخد عليه معلومات أكتر. ممكن تعرفنا على الجامع شوية؟ اولا احنا لو اتكلمنا عن الجامع ده مش هيكفينا حلقه ولا حاجه، لان المسجد يعد تحفه فنيه معماريه من اجمل ما يكون على الاطلاق. وهو احنا بنسميه عندنا من ضمن اثار شارع المعز او دره اثار شارع المعز. قبل ما نتكلم عن المكان اللي احنا فيه دلوقتي لازم ناخد فكره عن الشارع نفسه وعن الاثار المحيط بالمكان. شارع المعز لدين الله الفاطمي، الشارع اللي بره ده او شارع بين القصرين، ده اهم واطول شارع للاثار الاسلاميه في العالم، وكذلك اكبر متحف مفتوح للاثار الاسلاميه في العالم. يبلغ طول الشارع اكثر من 1200 متر، وبيه اكثر من 32 اثر مختلفين ما بين مسجد ومدرسه وسبيل وخنقاء وكتاب وغيره. ايضا عندنا الشارع ده قلنا عمره اكثر من 1050 سنه تقريبا، وبه اثار من العصر الفاطمي والعصر الايوبي ثم العصر المملوكي اللي احنا جواه دلوقتي. اثر مهم جدا من اثاره هو احنا بنسميه خنقات السلطان بركوك او مدرسه السلطان بركوك، وده اول المماليك الجركسيه في مصر اللي بنى المكان العظيم ده. وكان عنده ابنه اسمه فرج بن برقوق بنى مجموعه كبيره ايضا في عرافه المماليك. المكان بيتكون من صحن اوسط مكشوف زي ما شايفين فيه، واربع ايوانات اكبرهم حاجه اسمها ايوان القبله اللي احنا فيه دلوقتي، به حاجه اسمها دكه مبلغ. يعني ايه دكه مبلغ؟ يعني زمان ما كانش فيه ميكروفونات ولا حاجه، كان الامام لما يصلي في المحراب قدام الناس اللي ورا ممكن ما تسمعوش، كان بيطلع واحد او اتنين على القبه دي على المكان ده ويبلغ خلف الامام كلمه الله اكبر او سمع الله لمن حمده عشان الناس ورا تسمع. ايضا بنلاحظ ان في المكان ده اعمده فرعونيه قديمه، دي جلبها السلطان من اثار قديمه ووضعها في المكان، اعيد استخدامها في مكاننا عندنا. اهم ما يميز المكان ده على الاطلاق في كل اثار الدنيا هو السقف العظيم بتاعنا، اجمل سقف في العالم على الاطلاق. وده مش كلام بس، كلام كثير جدا من المؤرخين الموجودين عندنا، ومنهم ناس اللي رحلت عن عالمنا قالت الكلام ده لانها لفت العالم كله وقارنت بينه وبين كثير جدا من اسقف الكنائس والمعابد اليهوديه والمساجد المختلفه. ففعلا طلع مسجد السلطان بركوك او خنقاء السلطان بركوك اجمل سقف في العالم على الاطلاق. وده زخرفته اسمها زخرفه السجاده، به 4 دوائر في الاطراف ودائره في النصف، آية في الإبداع والجمال والدقة وإتقان في العمل. أيضا المكان ده فيه دور تاني وثالث فوق سكن للطلبة والمدرسين الذين كانوا يعيشون في هذا المكان. يعني في المنتصف حاجة اسمها فسقية أو ميضاء، دي كان مكان للوضوء، وكان في بعض الاحتفالات الكبيرة كان بيوضع فيها مثلا حاجات تشبه مثلا في الوقت الحالي الشربات أو العصير حتى يقدمها للعامة وغيره. ايضا المكان بيتميز عندنا بقبه ضريحيه. السلطان جاب بقايا والده هو السلطان انس او انس ودفنه في المكان، لكن السلطان نفسه لم يدفن في هذا المكان، دفن في مكان في قبه بناها له ابنه فرج بن برقوق في قرافه المماليك. وهنا في القبه الضريحيه الموجوده داخل المكان بعض افراد اسرته. ممكن تقول لي يعني ايه ايوان القبله؟ سؤال مهم جدا. ايوان القبله او رواق القبله مكان اللي فيه اتجاه مكه المكرمه اللي فيه المحراب او المنبر، وده بيعلم لنا اتجاه مكه المكرمه. المنبر في المكان ده دليل انه جامع، لان عندنا في فرق صغير بسيط بين المسجد وبين المسجد الجامع. المسجد العادي اللي هو مكان الصلاه الصلوات الخمس، لكن غالبا ما فيش منبر فيه، لكن المكان اللي فيه منبر يسمى مسجد جامع، لان زمان كانت المدينه الاسلاميه كان غالبا بيكون فيها مسجد جامع واحد فقط يوم الجمعه، كل المساجد الصغيره تغلق ويصلى جميعا في مسجد الجامع. لكن بعد عدد المسلمين ما زاد فبيبقى في صعوبه على الناس كلها ان تقعد في المسجد الواحد، يعني بقى افضل بقى يعني هناك تصريح او بقى هناك يعني اذن من المسؤولين او من القضاة بأن في أماكن تانية ممكن يقام الصلاة في أكثر من مسجد جامع داخل المدينة الواحدة. المكان زي ما قلنا فيه أعمدة فرعونية قديمة. جت إزاي؟ واحد يقول لي جابها إزاي؟ هقول لك شارع بورسعيد اللي هنا ده كان قريب جدا، كان فرع من فروع النيل زمان، فكان السلطان كان بيجيب الأعمدة دي في المراكب في النيل وبعدين يجرها إلى المكان ده عن طريق الخيل أو الدواب. وأعيد استخدام المكان ده البناء هذه الأعمدة في المكان لأنها أضافت للمكان نوع من الحضارة القديمة. أيضا إن المكان الحاجات دي بتستحمل فترات طويلة جدا من الزمن،
المكان تقريبا عمره ما يقرب من 600 وكام سنه، ما زال بحالته جيده جدا جدا، وان شاء الله احنا نقدر نحافظ عليه ويكون يؤدي رسالته احنا. احنا كده خلصنا الكلام عن مكان القبلة ولا لسه فيه؟ احنا فعلا القبله فاضل فيه حاجه مهمه قوي، هو الشبابيك الازدواجيه الموجوده فيها دي، ودي موجود فيها رانك السلطان او الختم الخاص بالسلطان، 4 شبابيك موجود فيها 4 كتابات، وهي كالتالي: عز لمولانا السلطان الملك الظاهر برقوق عز نصره. وده الختم بتاع السلطان اللي ما كانش اي ورقه رسميه تطلع من عنده الا بممهوره بهذا الختم الخاص بيه. وديت ايه في الابداع والاتقان، دي زجاج معشق وراه الواح من الجبس، نوع من الاضاءه من ناحيه ونوع من العنصر الجمالي داخل ايوان القبله. وكده يبقى احنا خلصنا ايوان القبله. ممكن حضرتك تاخدي فيه جوله عادي ونكمل حديثنا في مكان تاني. الله، هو بجد حلو قوي وعظيم جدا. يعني مش قادرة اوصف جماله. كمان هو من بره بيبان انه سيمبل وبسيط، انما من جوه هنلاقي فيه الكنوز المعمارية العظيمة، ويعني تاريخ حلو قوي، بجد عظيم جدا. ويلا بينا نروح نشوف مكان تاني. ايه المكان ده؟ ممكن حضرتك تكلمنا عنه؟ بعد اتكلمنا عن ايوان القبله وكده، بنتكلم عن باقي الايوانات او باقي اجزاء المدرسه بتاعتنا. حوالي 4 ايوانات. ويعني ايه ايوان؟ يعني مكان مغلق من 3 نواحي، مفتوح بكامل اتساعه على صحن بعقد واحد زي ما موجود هنا شمال او يمين او في الناحيه الاخرى. واحنا دلوقتي في النص تماما من الصحن هو المكان المكشوف السماوي ده. وده كان قديم تخطيط المساجد القديمه، مسجد صحن اوسط مكشوف تحط بيه 4 اجزاء، هم اروقه او ايوانات على حسب كل عصر من العصور او على حسب المكان اللي كان بيحكم صاحب المنشاه في ذلك. قلنا في جنبنا بالظبط الفسقيه او الميضاء، واتكلمنا عنها ان دي كانت المكان للوضوء، وايضا مكان لتلطيف الجو على الناس داخل المكان. وقلنا في المناسبات السعيده مثلا فتح من فتوح او مناسبه خاصه عند السلطان، كان ممكن نحط فيها بعض المشروبات الخاصه ويتم توزيعها منها على الفقراء وعلى عامه الناس في المكان. الايوانات ال3 كانت كل ايوان منهم بيدرس مذهب من المذاهب الاخرى بقى غير الشافعي اللي هو المالكي والحنفي والحنبلي. وكانت بتطل مباشره بها ابواب، بالقرب منها ابواب بتؤدي الى الادوار العليا من المكان. ايضا من الملاحظ ان هناك ابواب غايه في الابداع والقوه والجمال. هذه الابواب بها عليها زخارف من النحاس تسمى بخاريات. وايضا على باب الضريح هناك ملحوظه مهمه جدا وهي مطرقه، والمطرقه تؤدي دور الجرس في الوقت الحالي. ودي كانت في العصور القديمه كانت تختلف احداها عن الاخرى، ودي تقريبا على الابواب قديما كان تفسيرها ان هناك واحده خاصه بالرجال واخرى خاصه بالسيدات، كما هنحاول نجربها دلوقتي مع بعض. وايضا في العصور العثمانيه كان في الابواب كان يضاف ورده حمراء امام بيت اي مريض حتى الناس ما تمشي ضوضاء امام البيت بتاعه تدعو له بالشفاء. المكان في الاعلى اعلى السقف بنلاقي حاجات ما تشبه العرائس، اسمها عرائس السماء وشفات مسننه جميله جدا. كانت نحكيها بالبدايه ان في الاسلام محرم النحت عندنا، لذلك الفنان المسلم عنده ملكه فنيه عايز يعملها، مش عايز يغضب ربنا خاصه في المسجد، فقام بعمل اشياء تشبه الى حد ما صف مصلين جوار بعضهم البعض. وهذه بنسميها احنا عرائس السماء او الشرفات المسننه، لا تحيط بالصحن، ولها غرض ايضا حتى تحمي مثلا من يطوف من يكون اعلى السطح بعدم السقوط في المكان. وايضا بتدي غرض كويس ان احنا داخل المكان ده ان انت موصول بالله عز وجل، اللي هو زي الراس تشبه الاعلى والاخرى الاسفل، ان الله عز وجل يقبل صلاتك في هذا المكان. دي كانت غايه في الابداع والقوه. وايضا في الطرف الشمالي من القبله نلاقي مئذنه تشبه الطراز الاخير في العصر العثماني العصر المملوكي، وهو طراز البصله او طراز بنسميه طراز الكله.
ودي بتعد تحفه فنيه جميله جدا جدا، ودي قمه تطور المآذن في العصور المملوكيه، هنشوفها في الطرف الاخير من هنا. ودي بتيجي مع ايه؟ مع تماثل القبه الفسقيه مع قبه الضريح داخل مع مئذنه، فده تناغم في القباب، وده بيدينا نوع من الايه؟ من التماثل او انتقال من الاسفل الى الاعلى ومن الاعلى الى الاسفل، فده لوحه ابداعيه فنيه جميله جدا جدا. حضرتك تكلمنا عن الضريح شوية. طيب احنا بقى باقي الحاجه الباقيه خالص من الاثر دلوقتي بقى هو الضريح او القبر. واحنا عندنا حاجه اسمها قبه ضريحيه. في مصر عندنا مثال مشهور قوي بيقول لك تحت كل قبه شيخ، بس هنا قد يكون لا شيخ ولا حاجه، قد يكون السلطان او اسرته او غيره. هنا برضو بعض اولاده وزوجته في هذا المكان، لذلك احنا هنلاقي في الضريح فتحتين للدخول بأديان إلى الضريح داخل المكان، فتحة خاصة بالرجال وفتحة أخرى خاصة بالسيدات. بنأدي الباب اللي احنا واقفين قدامه دلوقتي مباشرة بيؤدي إلى مدخل منكسر، ثم بيفضل إلى مكان مفتوح وصحن مفتوح أمام الضريح، بيؤدي بنا إلى درجات من السلم إلى القبة الضريحية. وداخل القبة الضريحية في الأركان قناصات أو خشب مطلي بماء الذهب، ثم القبة الحجرية الغاية في الإتقان والإبداع والروعة. تعلو مباشرة التركيبة الرخامية التي دفن تحت هذه التركيبة الأسرة أو الناس الذين دفنوا في هذا المكان الخاص بالسلطان بركوك وأسرته. ممكن ناخد جولة في المكان؟ كان فضلوا مكانكم وتشرفونا إن شاء الله. دي تحفة إسلامية، بصوا الأناديل عاملة ازاي، كبيرة ازاي وعظيمة ازاي وشكلها حلو قوي. وكمان هنا مكتوب آيات قرآنية باين من آية الكرسي ملفوفة على الجامع كله، وكمان الشكل حلو يعني وعظيم جدا. بجد انا فخورة ان انا في مصر، يعني ان الحاجات دي في مصر وانا بشوفها دلوقتي. هو ده الضريح اللي احنا اتكلمنا عليه، تعالوا نشوفه من جوه هو عامل ازاي. بجد الضريح شكله حلو قوي، يعني حتى في الضريح عاملين الزخارف الجميلة والالوان اللي هي في الشبابيك دي، شكله حلو قوي مبهر. شكله تحفة، يعني حتى في الضريح عاملين الزخارف دي اللي هي اللي فوق وفي الشبابيك وحتى الألوان، يعني بجد تحفة فنية حلوة قوي. النهارده بعد ما شفت مسجد الملك الزهر البرقوق عجبني جدا بالاناديل اللي فيه والبيبان والشبابيك، حتى الزخارف اللي في الشبابيك اللي فوق والحاجات دي يعني كلها تحفة إسلامية، بجد عجبتني جدا. فأنا بدعو كل أصحابي إنهم يجوا يشوفوا المسجد ده لأنه بجد تحفة فنية ولازم يحافظوا عليه. خلص يومي معاكم النهاردة، شفنا الزخارف دي ورحنا المسجد وتعرفنا على الحاجات اللي فيه وشفنا الحاجات الجميلة دي، يعني أنا أول مرة أشوفها. وأشوفكم في حلقة جديدة من برنامجكم يوم في حياتي. باي باي.